كان قطقوط قط رمادي شبيه بالإنسان، عينيه خضراوين ودايما لابس جاكيتة بنية غامقة. كيمشي كل ليلة في واحد الشارع هادئ، بحال اللي هارب من شي حاجة ساكنة في داخله. في ذاك الليل وقف قدام قهوة صغيرة وشاف لونا، قطة بيضة عينيها زرقاوين، لابسة معطف بيج وسكارف، واقفة وكأنها كتستنى شي حد ما جا حتى دابا. تلاقاه بالنظرات، ما تهدروش، ولكن الصمت كان كيهدر أكثر من أي كلام. قد قوم وقف داير إيديه في جيوب الجاكيطة، قلبه كيدق بلا سبب. لونا كانت شادة دفتر صغير لصدرها وكأنها كتخبي فيه حكايات ما تقالتش. الشتا كان نازل خفيف والشارع عامر بالسكوت. مشاو حد بعضهم في الرصيف بلا ما يهضروا بزاف. الرياح كتلوح سكارف لونا، وقد قوم كيشوف فيها وكيحس براسه مرتاح لأول مرة من زمان. جلسوا في مقعد خشبي في حديقة صغيرة. قد قوم مميل لقدام، ولونا جالسة هادئة كتتأمل السما. مكان لا صوت لا حركة، غير إحساس أن كل واحد لقى شي حد كيشبه ليه. قد قوم دار راسه وشاف لونا، ولونا ابتسامة خفيفة. ما كانوش محتاجين الكلام، النظرات كانت كافية. ولكن حتى اللحظات الزوينة كيدوزوا بسرعة. لونا وقفت بشوية، شدت المعطف ديالها وقالت بلا كلام: خاصني نمشي. قد قوم بقى جالس كي يطلع فيها بعينيه وما عرف شنو يقول. في وسط الشارع وقف قد قوم وشاف لونا كتمشي وتبعد. دارت راسها مرة واحدة، شافته ومن بعد كملت طريقها. ومن ذاك النهار بقى غير الصمت. قد قوم دابا واقف بوحده تحت عمود ضوء، داير يديه في جيوب الجاكيطة كي يحس بالبرد. ولكن أكثر حاجة كتحرقه هي الذكرى، حيث بعض القصص ما كتكملش ولكن كتبقى عالقة في القلب.